ضج في المغرب بعد إطلاق تطبيق للمواعدة من طرف شيخ ديني. بالنسبة للناس اللي غيتزوجوا عن طريق هذا التطبيق. إلياس الخريسي أو كما يحب أن يدعى الشيخ صار هو مدون مغربي صاحب قناة على اليوتيوب وصفحة على الفيسبوك. بدأ حياته كإنفلونسر في مجال الراب، ولكنه فشل فشلا ذريعا فاتجه إلى مجال أكثر خصوبة. لذلك أخذ كاميرا وأصبح يصور أجساد النساء في الشوارع وهن يمشين في حال سبيلهن، ويصور مناطق حساسة من أجسادهن بدعوى أنهن لا يلبسن ملابس لائقة. وكان يضع هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا كان يلاقي استحسانا كبيرا وتشجيعا من طرف الجمهور المريض نفسيا الذي كان يشيد به. لكن إلياس الخريسي تعرض لدعوى قضائية وسجن بسبب تلك الصور، لأن القانون المغربي يجرم أخذ صور شخص ما بدون إذنه. بعد خروجه من السجن احترف إلياس الخريسي الركوب على الموجات، وأصبح يضع بصمته في أكثر المناطق حساسية في الترند المغربي. لذلك كانت أولى نشاطاته التظاهر أمام البرلمان المغربي مع الطلبة الحاصلين على الشواهد العليا، رغم أنه لم يكن حاصلا على إحداها. ثم بعد ذلك ركب موجة أهم، وهي موجة الريد بيل، وهي الموجة التي أتلفت ما بقي في خلايا الدماغ العربي. ولكن إلياس الخريسي كان مجاهدا وفدائيا لهذه الموجة، وذلك بالطعن في الموظفات، في النساء المتعلمات، وفي جميع أشكال النساء اللواتي يشكلن تهديدا على القطيع الذي يسوقه أمثال الخريسي. ولقد كان من الأوائل الذين أشادوا بالهاشتاغ لا للزواج بموظفة، رغم أنه بنفسه متزوج من سيدة تشتغل كأستاذة للأدب الإنجليزي. هذه الازدواجية في المعايير هي المحرك الرئيسي لفيديو اليوم. فالشيخ صار الذي يطعن في الموظفة وفي المتعلمة بدعوى الاختلاط، ويطعن في الفتيات اللواتي يلبسن ما يشأن بدعوى أنهن يشعن الفاحشة، جاءنا اليوم بخبر صاعق، وهو تطبيق للمواعدة فيما يرضي الله. إليكم الفيديو. نقدم لكم واحد المشروع جديد ديالي اللي خدمت عليه شهور وانا خدام عليه. هذا المشروع هذا ديال المعقول، والاسم ديالو هو المعقول. شحال من مره الحمد لله كنت سبب باش ان جوج ديال الناس يتزوجوا. كنعرف شي واحد من العائله، كنعرف شي وحده من العائله، كنرشح واحد لواحد، والحمد لله كيتوفق لكم كيفاش تتعاملوا مع التطبيق هذا باش ان شاء الله تلقاو شريك الحياه. وكنعول عليكم انكم ناس ملتزمين، ناس اللي عزيز عليهم الياس الخريسي في التوجه ديال الياس الخريسي، ومعقولين وبغاو فعلا يتزوجوا ماشي يتفلاو. حنا من جهتنا حاولنا ما امكن باش انه التطبيق هذا يبزز عليك باش تكون معقول. خاصك تكون معقول باش تدخل معنا لهذا التطبيق. ومستقبلا ان شاء الله غادي نبقاو نديروا كذلك دورات تدريبيه بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يدخلوا لهذا التطبيق هذا، دورات رخصه الحياه الزوجيه، باش اذا بغيتي تتزوج تكون عندك فكره على شنو هو الزواج، ماشي غير تجي وتلاح. وكذلك بالنسبه للناس اللي غيتزوجوا عن طريق هذا التطبيق هذا ديال التطبيق المعقول، ان شاء الله باذن الله التطبيق المعقول غادي يدير لهم هدايا. بسم الله على بركه. لقد قال كلمة بغاية الأهمية في وسط الفيديو، وهي كلمة مشروع. نعم، لأن أمثال إلياس الخريسي لا يهتمون بشيء ولا يقولون أي شيء ولا يصبغون الدين على أي كلمة إلا للربح المادي البحت. فما رأيكم أنتم أصدقائي؟ هل ستقومون بتنزيل التطبيق ودفع مبلغ $30 فقط للتسجيل، أم أنكم ستحاربون تجار الدين وستهربون من القطيع؟ إلى اللقاء في فيديو قادم.